السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن علي، مؤسس صفحة موبايلز. في الفيديو ده أنا هعمل لكم مقارنة ما بين أندرويد 13 وأندرويد 14 وأوريكم إيه الجديد في أندرويد 14 و One UI 6.0، والأندرويد 13 طبعا كان عليه One UI 5.1 أو 5.0 على حسب الجهاز بتاعك. اول ميزه هتلاحظوها وهي الميزه بتاعه النوتيفيكيشن سنتر او شريط الاشعارات او ستاره الاشعارات. اول ما هتيجي تنزلها هتلاقي فيه اختلاف في الالوان شديد جدا. دلوقتي بقى بيستخدموا اللون الابيض مع الاسود مع الرمادي. الاول كان بيبقى فيه اللون الازرق المميز بتاع الوان يو اي، وكان بادئ اللون الازرق ده من ايام الوان يو اي 1. كان لونه لبني فاتح ودلوقتي ازرق غامق. حاليا شالوا الازرق ده اساسا. طيب نكمل. هتلاقي الوضع مفيش اي اختلاف، حاسس ان هو مفيش اي جديد. شوية الوان متغيرة، بس اللي اتغير مش شوية الوان، اللي اتغير شكل الستارة كلها اتغيرت. دلوقتي هتلاحظ ان الساعة ما بقتش في النص زي الاول، بقت فوق هي والتاريخ. هتلاقي ان انت عندك دلوقتي في ايقونات اساسية محطوطة على جنب زي الواي فاي، بلوتوث، عندك السمارت فيو اللي انت بتقدر تفتح من شاشة الجهاز لشاشة سمارت، والديفايس كنترول لو انت عندك جهاز سمارت تقدر تتعامل معاه من هنا. في عندك الدارك مود بقى هنا، الاي شيلد ده اللي هو بيخلي الشاشة تبقى صفرة شوية عشان تحميك من الأشعة الزرقاء بتاعت الشاشات. والشريط بتاع الإضاءة ذات نفسه بقى ليه يعني جزء مخصص ليه، على عكس ما هو كان بيبقى تحت خالص كده. طيب التغيير شكله لطيف لبعض الناس ووحش للناس الأخرى. طيب في حاجات برضو اتغيرت. الأول كنا مثلا ندوس هنا على الاسم بتاع الواي فاي يظهر الشكل ده. انت دلوقتي لو دوست هنا تظهر لك في أيقونة مختلفة لوحدها بشكل مبسط ولطيف. هتلاقي لسه نسبة البطارية موجودة، الشبكة بتاعتك، واي فايك، بلوتوث، مش عارف ايه، كل هتلاقي الايقونات بتاعتك موجودة، على عكس هنا كان بيلغي الايقونات كلها. طيب نرجع. البلوتوث برضو هتلاقيه كذلك، نفس الكلام كان هنا. طيب في عندك الدارك مود بقى هنا، على عكس ان انت لما كنت بتدور عليه هنا. بس في حاجة الصراحة مش عجباني في النوتيفيكيشن سنتر ده، وهي ان الدارك مود ما بيأثرش فيه اساسا. بمعنى تعالوا نشوف، ركزوا هنا وركزوا هنا. هتلاقي هنا الشاشة لونها اسود ورصاصي والازرق غامق. هنا نفس الكلام، بس لو انا دلوقتي طفيت الدارك مود مفيش اي حاجة اختلفت. يعني انت هتقول في لون ابيض، لا، اللون الابيض ده بتاع الويدجت اللي ورا، انما الشاشة نفسها مفيش فيها اي تغيير. هتلاقي الالوان هي. يعني اهو تعالوا برضو دارك مود تاني، نفس الالوان هي. دارك مود نقفله تاني، هي مفيش اي تغيير. دي حاجة سيئة. على عكس هنا في الوان يو اي 5 كان في تغيير، يعني اهي كان بيبقى الدارك مود مؤثر جدا وشكله لطيف. طيب نيجي برضو الميزة، يعني ايه، مش هنظلمه، في مميزات الصراحة في النوتيفيكيشن ده. ان انت دلوقتي في الايديت بتاعه بيبين لك انت عايز تيديت فين. في اللي فوق بس، اللي هما اللي فوق بيبقوا كده تمام، تيديت في دول لوحدهم، على عكس الليست بتاعتك الكبيرة. وعندك دلوقتي اوبشن اسمه instant access، او اللي هو الاكسس السريع، ان انت تدخل على الشريط ده او الستارة دي تفتحها مرة واحدة. لو انت فعلته، لو انت شديت من اليمين الستارة كلها كاملة هتنزل، على عكس هنا لازم تنزل على مرتين. تمام. وعشان تقفل الستارة دي تقدر ان انت برضو من اليمين تقوم شددها لفوق، يقفلها مرة واحدة، بدل ما لسه هتقفل على مرتين. في برضو حاجة تانية زادت، وهي ان علامة ال NFC طول ما انت مشغل ميزة ال NFC هي متفعلة فوق وباينة عندك في الشريط. لو انت بقى عايز تدخل هنا في اي اوبشن زيادة في الحاجات دي، يعني ايام زمان مثلا لو انا عايز افتح الفلاش او ان انا اعدل في الليفل بتاع الفلاش، كنت بقدر ان انا ادوس على الاسم زي ما انتوا شايفين واتنقل في اهو مثلا، واتنقل في الليفل بتاعه.
طيب انا لو جيت هنا دوست على كلمة فلاش لايت اهي تاني على الكلمة ما بتأثرش. طب ايه اللي بيأثر او ازاي افتح حاجة شبه دي دلوقتي؟ لازم تفضل دايس على كلمة فلاش او على الايقونة بتاعت الفلاش عموما بقى، وتقدر هنا تغيرهم براحتك زي ايه هنا بالظبط. برضو كذلك اي ميزة هنا لازم تعمل فيها نفس الحوار ده دلوقتي، ان انت تفضل دايس عليها مش على الاسم. يعني على عكس ايام زمان احنا كنا في حاجات اكتر من حاجة هنا، مثلا كويك شير تقدر تدوس على الاسم، لا كويك شير هنا مثلا دلوقتي لازم تفضل دايس على الايقونة بس. هنا هيدخلك دايركت على السيتنج بتاعها، مش هيدخلك على حاجة زي دي للأسف. ففي شوية تعديلات الصراحة في النوتيفيكيشن سنتر مش لطيفة ومش حلوة، وانا الصراحة يعني مش الشخص اللي عجبني الموضوع ده، وكنت افضل جدا ان احنا نفضل على شبه بتاعة الوان يو اي 5. نيجي لحاجة كمان اتغيرت جدا الصراحة، وهي الاعدادات. صفحة الاعدادات كلها اتغيرت. لو جينا بدأنا من اولها كده، صفحة الاعدادات اول ما هتفتحها وتبص عليها هتلاقي ان في تغيير. الايميل بتاعك اتشال، الصورة كانت صغيرة كبرت وعدت الحز بتاع الاكاونت يعني. تمام. هتلاقي في تغيير شديد جدا في الوان الايقونات كلها. الوان الايقونات كلها حرفيا اتغيرت ومعدلين فيهم كلهم. هتلاقي اهم حاجة بقى متغيرة وهي في الديسبلاي، وهتدخل على الفونت بتاعك، الخط بتاع الجهاز، وهو الخط الاساسي بتاع الجهاز. الخط الاساسي بتاع الجهاز مختلف كتير جدا عن الخط اللي موجود حاليا على الوان يو اي 6. يعني انت لو ركزت كده، ده الفونت الرئيسي بتاعه اهو، ايه الوان يو اي 5. ده الفونت الرئيسي الجديد عموما اهو في الجهاز عموما بتاع الوان يو اي 6. في حاجة كمان عايز الفت نظركم ليها، وهي وانت بتعمل رجوع في اي صفحة، شكل الايقونة اتغير دلوقتي بقى ده منظره على عكس القديم. ما كانش فيه دايرة حواليها، كان يدوب بس بتريا. بس انا لحد دلوقتي مش فاهم ليه الزاويتين نفس الشكل، يعني ليه؟ بس اوكي، يعني ممكن يكون ده ايه اساسي عند سامسونج. بس زي ما انتوا شايفين كده الانيميشن بتاعها كمان اتغير على عكس دي. انيميشن الدايرة كأنك بص بتشدها، حرفيا في فايبريشن دلوقتي بيحصل معايا وانا بشد الدايرة دي. بس انا عن نفسي بحب استخدم الصراحة برنامج وان هاندد مود، وانا كنت اتكلمت عن البرنامج ده قبل كده. لان هنا يعني بص السهم باصص كده، والسهم الناحية التانية عكسه، بحسها منطقية اكتر الصراحة، وبيبقى الوضع بتاعها مريح بالنسبة لي اكتر في التعامل. دايما كان في مقولة بحب اقولها كتير، وهي ان سامسونج عشان تنزل ابديت جديد وتحسسنا ان هي ابدعت في السيستم لازم تغير في الديفايس كير. وطبعا الديفايس كير اتغير. هتلاقوا اللوجو بتاع الشخص اللي بيضحك ده اهو شكله متغير كتير. البطارية طبعا هيكون فيها التغيير الاكبر، زي ما انتوا شايفين الشكل مختلف كتير جدا عن الاول، كتير جدا. وانا من رأيي ان الشكل اتغير للأسوأ. هنيجي نشوف ليه دلوقتي. طيب هو بس قبل ما نشوف ليه، دلوقتي هو بيقول لي since last charge، زي يعني ايه منذ ايه اخر شحنة فل اللي انا شحنته 100%. هنا بيقول لي ان انا اخر شحنة شحنتها كانت 100%، يعني انا لو شحنته ل90% هيكتب لي هنا ان هي 90%. وبيقول لي انا وقفت الشحن من كام ساعة. طيب خلينا نفتح ونشوف ايه المختلف. المختلف ان انا دلوقتي بيقول لي البطارية بتاعتك استخدمت، يعني انت استخدمت البطارية بتاعتك 114%. توتال الساعات دي بتاع تشغيل الشاشة 6 ساعات الا ايه 6 دقايق. على عكس هنا كان بيجي يقول لي ايه البطارية من ساعة اخر شحنة 100%، بقالها دلوقتي يومين و22 ساعة بدون اي شحن جديد. انت استخدمت الشاشة ساعة وتلت، والشاشة مطفية ساعتين، يومين 21 ايه ساعة. هنا للأسف الوضع اختلف كتير، دلوقتي بقوا 114%. خلال يومك بيشوف انت خلال اليوم استخدمت ايه،
زي مثلا اليوم ده مثلا انا استخدمت البطارية 129%، بايه 7 ساعات الا 4 دقايق، وهكذا في باقي الايام نفس الكلام. ده مثلا 145%. طبعا ما بقاش يعني مظبوط زي الاول. يعني انا لحد دلوقتي انا عايز اعرف مثلا من 0 ل100 انا استخدمت كام ساعة. للأسف ما اقدرش اعرف حاجة زي دي من جوه النظام، ومضطر ان انا انزل برامج خارجية عشان اعرف اشوف الشكل زي المنظر القديم بتاع ال One UI 5.0. في حاجة كتر خيرهم الصراحة عملوها برضو، وهي لو انت ركزت الديفايس كير كان بيبقى اسمه باتري اند ديفايس كير، او اللي هو ايه البطارية والعناية بالجهاز. لغوا البطارية من العناية بالجهاز، موجودة جوه طبعا، بس لغوها من الاسم وعملوها في مكان تاني لوحدها. لو طلعت لفوق اهو تحت الشاشة هتلاقي بطارية. البطارية لوحدها بقى سيستم متكامل، يعني ايقونة لوحدها. على عكس هنا ايه، لو انت طلعت الشاشة اهو مفيش اي ايقونة للبطارية. طبعا ميزة الباور سيفنج بتاعك زي ما هي، ان انت لو عايز تحافظ على الايه يعني البطارية اللي باقية وانت راجع متأخر، إيه عايز ان انت توقف برامج في الخلفية زي ما احنا دي شرحناها كتير قبل كده. البروتكت باتري ده اللي هو ان انت توقف الشحن عند 85% لو انت عايز تحمي البطارية بتاعتك. وطبعا في عندك هنا ايه الفاست تشارجنج والوايرلس تشارجنج لو موبايلك بيدعمه، الوايرلس شيرنج برضو لو جهازك بيدعمه، النسبة بتاعة البطارية وإظهارها. وهنا بيظهر لك ايه البيانات بتاعة البطارية، نفس الكلام اللي كان هنا موجود، بس ايه لازم تدخله من الديفايس كير يعني اهو. كان برضو نفس الكلام هنا. والجراف بتاعك ان انت اول ما هتدوس عليه يظهر لك ايه بيانات الشغل بتاعك وايه والاستخدام بتاعك. نيجي لأهم ميزة وأحلى ميزة الصراحة، ومن رأيي إن هي أفضل ميزة نزلت في الوان يو آي كلهم، وهي موجودة في الواي فاي. لو انت دخلت للواي فاي عموما زي ما احنا عارفين ده 6.0 ده 5.1. طيب هتدخل على الانتليجنت واي فاي، تمام، هتنزل لحد فين، لحد الانتليجنت واي فاي ده، وهتدوس عليه اكتر من مرة لحد ما يفتح لك الديفلوبر اوبشنز. طيب هنا كان اسمها ديفلوبر اوبشنز، هنا اسمها كونكتيفيتي لابس، تمام. لو دخلنا عليها الوضع مختلف. انا كنت شرحت بتاعت الوان يو اي 5 قبل كده يوم ما التحديث ما نزل، وقلت لكم ان هي مش مفيدة خالص ومفيش اي حاجة فيهم شغالة اساسا، وكان في اكتر من حاجة معلقة، زي في حاجات كتيرة اوي ما كانتش بتفتح اصلا، وفي حاجات اصلا ما كانتش بتظهر. يعني ممكن يكون ده عشان 5.1 فحدثوا شوية حاجات، بس ايا كان كل اللي هنا ملوش اي قيمة بعد اللي انا شفته في ال One UI 6.0 الصراحة. ايه النظام فيه، ايه الكلام فيه. هنا مثلا بيقولك ان انت النهاردة 7 يناير استخدمت او مشغل الواي فاي 8 ساعات و40 دقيقة اهو، تمام. بيجي يقولك شغال قد ايه وكونكتد قد ايه خلال ايامك، خلال ايام الاسبوع، وبتستهلك قد ايه خلال برضو الايام. يعني شوف انت قاعد مثلا يوم ايه وايه وايه، شوف انت بتستهلك قد ايه خلال اليوم. طيب هنا بيقولك مثلا انت مسيف 19 ايه واي فاي، في 12 منهم انت ما بتستخدمهمش، في واحدة unsecured يعني غير امنة، تمام. في ميزة بقى مهمة جدا الصراحة، وهي الهوم دي لو اخترتها، دي من خلالها بتختار الاول بيقولك فين الواي فاي بتاع الهوم بتاعك، تمام. فانا هختار ده الاسم بتاعنا، تمام. كمل. الميزة دي بتخليك ان انت تاخد الجهاز تتحرك بيه في اي مكان، تشوف الواي فاي ضعيف فين في الشقة عندك. ضعيف دي بيبقى تحت -70، تحت -70. اول ما تلاقي الخط ده نزل تحت -70 اعرف ان المنطقة اللي انت فيها دي الواي فاي بتاعها ايه ضعيف. انا طبعا في المنطقة اللي انا فيها دي قريب من الراوتر، فمدياني في النص، انا مش قريب قوي برضو، في المتوسط، تمام. فدي ميزة الصراحة مهمة جدا،
وانت طبعا لو لقى ما عندك اماكن فيها نقص فبيقولك لازم تستخدم حاجة اسمها اكستندر للواي فاي، فتزود الشبكة في المنطقة دي او الأوضة دي من الشقة يعني. في ميزة تانية مهمة جدا وهي الواي فاي ليست. اه الواي فاي ليست دي انا من 2019 وانا كنت بتخانق مع الناس على موضوع ليه شبكات الواي فاي لما انا مثلا هرجع كده اهو بفتح اعمل سيرش على شبكات واي فاي ملاقيش شبكات اصلا. طيب عشان برضو تبقى منطقية اكتر انا هرجع هنا ونشوف في كام شبكة مع بعض. ادي واحد اللي انا شبك عليها، اتنين، تلاتة. في تاني؟ ها، مفيش. ادي واحد اللي انا شبك عليها، اتنين، تلاتة. تلاتة تمام. طيب هنرجع تاني. بقالي من 2019 بكلم الناس في الموضوع ده ان الوان يو اي فيها فلتر، عشان كده شبكات الواي فاي اللي بتظهر عندي قليلة. فسامسونج الحمد لله يعني بعد 6 سنين من الوان يو اي اخيرا يعني ربنا كرمهم وحطوا الفلتر اوبشن ده بقى حاجة تقدر تتحكم فيها. وانا قلت ان الفلتر معمول عشان يظهر لك اقوى شبكات فقط، ما يظهر لكش الضعيف. لو اظهر لك الضعيف هتعمل انت بيه ايه؟ فهو دلوقتي بيظهر لك كل الشبكات اللي موجودة قدامك. لو انا دلوقتي حطيت شو مور اهو، اظهار اكتر من كده، والسور تخليه زي ما هو مش هغير فيه اي حاجة. انا هرجع دلوقتي، احنا قلنا في كام شبكة؟ الشبكة اللي انا رابط عليها وفي 2 تانيين. طيب يلا بينا. شفتوا في كام شبكة زادت؟ نعمل سيرش تاني. في شبكات تانية بتزيد، انتوا متخيلين؟ بصوا ظاهرة بقد ايه؟ شرطة واحدة. عشان كده كانت دايما سامسونج عاملة حوار الفلتر ده، عشان انت لو شبكت على دي ممكن تفصل منك في خلال ثواني، انت مش هتلحق اصلا ان انت تفتح نت من خلالها. عشان كده سامسونج كانت دايما بتشيل الشبكات دي. لو انا دلوقتي رجعت اهو تاني عشان اثبت لكم الموضوع ده، رجعت دلوقتي تاني اهو للنص عادي تمام اهو. بصوا في شبكات نقصت، في شبكات راحت دلوقتي. لو انا كمان دلوقتي كملت عليه وقلت له ان انا لا عايزك تشو لس، شيل لي بقى كل ده، هتلاقوه بص ظهر كام شبكة، رجع شبكتين تاني. يعني انا دلوقتي النص اللي عندي ده اهو لو انا رجعته في النص تاني ظهر لي ايه؟ 4. رجعته في الشو مور اهو تاني. حابب الصراحة ان انا اوريكم وافرجكم عليها دي اهي تمام. هيظهر لي اكتر من شبكة، على عكس اهو الوان يو اي 5.1 مفيش غير الشبكة اللي انا شابك عليها، وكل شوية يجيب واحدة كده ويشيلها لانه مش شايفها، مش حاسس ان هي ايه ينفع يتشبك عليها اصلا. تمام. طيب في برضو ميزة جديدة جوه الانتليجنت واي فاي ده اهو، وهي ان هو يشو الباند انفورميشن. الباند انفورميشن الواي فاي فيه 2 باند، ال 2.4 جيجا هرتز وفي ال 5 جيجا هرتز، ممكن نبقى نتكلم عليهم لو حابين. المهم لو انا شلت دي فايه هتلاقوا كان في 2.4 هنا اتشالت من على ايه، من على اسامي الشبكات. لو رجعت لها تاني اهو، بس خلينا ده. طبعا احنا قلنا اكتر من مرة ليه الفلتر ده كان معمول، عشان بنوفر في البطارية. فلو انت مش محتاج شبكات زيادة رجعه مكانه تاني يا ريت عشان توفر في البطارية. لو انا شغلت الشومو باند ده تاني اهو، زي ما انتوا شايفين الواي فاي بتاعنا الراوتر بتاعنا بيدعم 2.4 جيجا هرتز، ده برضو 2.4. وفي راوترات تانية بتبقى 5 جيجا هرتز تمام. بس دي ميزة الواي فاي، والصراحة هي ميزة مهمة جدا، ويعني اكتر حاجة الصراحة لفتت نظري في التحديث ده، واكتر حاجة حاسس ان هي هتبقى مفيدة لينا جميعا. لان في ناس بتبقى في مناطق الشبكات ضعيفة جدا بعيدة قوي الراوتر مثلا، فبيبقى محتاج ان هو يشبك عليها ضروري عشان يفتح النت في اسرع وقت، حتى لو هيلقط منه دقيقة ويفصل مثلا. فطبعا الميزة دي ايه مهمة جدا 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 يعني. في مميزات تانية زي الكونكشن انفو
تشوف بقى انت سرعة السبيد بتاعتك ايه، اللينك بتاعك. بيوريك هنا بقى الشبكات اهي اللي حواليك. بص، يقولك الشبكات بقى عندك دي البيست مثلا، دي افضل حاجة. لو في حاجة في الجود، لو في الباد في وورست بقى اللي هي الويك خالص بقى، ان انت لو شبكت عليها هتقطع على طول، او اسوأ الشبكات. بيعلمهم لك ايه في الدايرة حواليك. تمام. برضو هنا بيقولك اللي التشانل بتاعت ال 8.4 كلها حاجات بقى تبع ايه الواي فاي اكتر يعني. هنا اهو ممكن يعمل diagnosis للايه للواي فاي ويشوف ايه الدنيا بتاعته. يقولك اهو انت connected ده عندك حواليك اهم. فاهم؟ بس يعني يشوف الهيستوري، انت فصلت امتى واشتغلت امتى وفتحت امتى. برضو دي الجراف ده موجود كان في ال One UI 5.0 عادي. هنا ال Network Connection History لحد دلوقتي برضو ما فيهوش اي حاجة. هنا بيعمل السكان انترفال اللي هو السكان بتاع الواي فاي. شوف انت تسكان واي فاي كل قد ايه. تمام. والريستارت بقى الواي فاي ايه سيستم، وده خلينا ايه ملناش دعوة بيه.